السلام عليكم. النهارده هنعمل فرايد تشيكن وتشيكن ناجت بطريقة المحلات وطريقة مبسطة جدا وأي حد يقدر يعملها في البيت. أنا هعمل شرح بسيط عشان اللي عايز يجرب الطريقة. أول حاجة بجيب كوباية، نص كوباية لبن، شوية زيت زيتون، المستردة اللي هو الخردل، الملح بقى وفلفل أسود وفلفل أبيض وكمون وكركم وبابريكا، البهار، وطبعا بودرة الثوم مهمة جدا وبودرة البصل وشوية بودرة جنزبيل. قرفة أنا مش يعني بفضل يعني سنة بسيطة خالص بتدي طعم حلو. دي تتبيلة الفراخ عشان يعني الفراخ بتحب البهارات شوية. أنا بحب أحط البهارات الأول وبعد كده أقلبها في بعضها وأنزل فيها الفراخ. دي البابريكا، هقلبها وبعد كده أنزل فيها الفراخ وأسيبها بقى من ساعتين لأربع ساعات. أنا مقطع الفراخ آه، صوابع التشيكن ناجت، صوابع الفرايد تشيكن تلات قطع كبار، وكلها تتبيلة، عاملها في تتبيلة واحدة. هسيبها في أهم حاجة الملح طبعا يكون مظبوط. هسيبها في التتبيلة دي 4 ساعات واكمل معاكم الخطوات التانية. الخطوة التانية البيض، هجيب تلات بيضات ومعايا كريمة الطبخ، هحط شوية كريمة طبخ وشوية طبعا بهارات، بحط لها شوية بابريكا وشوية ملح عشان يبقى نفس أي خلطة أي طبق أحطها بيبقى فيها طعم حلو. هقلبهم واحطهم على جنب ونعمل بقى الخطوات. بعد كده هخش على مرحلة الدقيق والبقسماط. الدقيق عندنا بجيب الدقيق بستخدمه كذا مرة طبعا، بس في تركاية بسيطة بحط عليه شوية نشا عشان يديني قرمشة، وبرضه بملح الدقيق ملح خفيف وشوية فلفل اسود عشان يبقى الطبقة نفسها المغطية للفراخ تبقى فيها طعم حلو. اقلبهم معايا. البقسماط هنا انا بستخدم نوع حلو جدا بستخدمه من زمان عشان ما يتحرقش معايا بصراحة. هجيب بقى الفراخ، واول حاجة هعمل الفرايد تشيكن القطعة الكبيرة، طبعا بنزلها في الدقيق. هقول لكم الطريقة ازاي عشان نعملها نفس المحلات يبقى فيها اللي هي الحراشف والشر يعني القرمشة اللي فيها دي. بفضل اخبطها في ايدي كده كام خبطة خفيفة كده عشان تعمل عندي القشر اللي بره. بروح بقى بعد كده بنزلها في البيض مع الكريمة وارجعها في الدقيق. طبعا دي ما بتتحطش في البقسماط، ترجع في الدقيق تاني. التشيكن ناجت هو اللي هحطه في البقسماط. هشيلها طبعا بشويش كده وارجعها في الدقيق، وبعد كده احطها على جنب عشان اجهزها للقلي. بس طبعا بقليها بقى تقعد لها برضو ايه ربع ساعة، بعد كده بقليها تقريبا برضو في الدقيق كده، وهزات خفيف وخبط خفيف فيها كده عشان تعملي فيها القشر اللي فيها بيبقى بره زي المحلات كده، زي كده. خلاص قد ايه انا كده خلصتها، هحطها على جنب وبعد كده هبتدي في التشيكن ناجت. التشيكن ناجت بقى يعني بحطها في الدقيق مرة واحدة، وبعد كده في البقسماط بنزل صوابع الفراخ زي ما انتم شايفين كده، بنزلها في الدقيق. هعمل معاكم كام واحدة كده عشان الفيديو ما يطولش. وبعد كده بنزلها في البيض، وبعدين انزلها في البقسماط. أنا الحتة دي مش عايز اسرع فيها الفيديو عشان اوريكم، بس هي طريقتها سهلة جدا، دي نفس المحلات بالظبط. بشيلها بشويش من الخليط بتاعنا البيض والكريمة واحطها في البقسماط الناحية التانية، وبعد كده اطلعها من البقسماط على جنب بعد تبقى جاهزة على القلي. بس انا عملت معاك حوالي 4 كده. والتقليب بتكون ازاي؟ الاول بقلبها كده عشان ما تلزقش في ايدي. انا بكون بستخدم ايد بتكون بحطها في الخليط وايد التانية بتكون ناشفة عشان استخدم كل ايد لحاجة. خلاص انا رصيتهم جنب بعض، هكمل بقى الكمية وهرجع لكم تاني. بعد ما خلصتهم كده طبعا الزيت سخن على درجة حرارة 180، بس انا بنزلهم في الزيت واغطي الزيت شوية. مع ان بستخدم القلاية الصغيرة عشان اعمل كمية صغيرة. طبعا الزيت جديد بس عشان القلاية سودة فظهر ان الزيت اسود. هنزل الاول بالفرايد تشيكن القطعة الكبيرة عشان بتاخد وقت شوية. خلاص طلعتها اهي، يعني خدت بالظبط 12 دقيقة. هي بتنزل في الزيت تحت، اول ما تعوم مننا توش على وش الزيت دي كده بقت استوت. بعد كده احط التشيكن نيجت بقى، بتاخد لها بالظبط 6 دقايق بالظبط، 7 دقايق بالظبط. هي رفيعة اصلا ومبتاخدش وقت كتير. وطبعا افضل واقف جنبها عشان ما تتحرقش، عشان البقسماط بيتحرق بسرعة.
هنزل بيها على مرتين. انا عندي قلاية كبيرة بس عشان دي وجبة صغيرة فاعمل بالقلاية الصغيرة. بس خدت بالظبط 6 دقايق، طلعتها باللون الذهبي ده. ما انا مبحبش اغمقها اكتر من كده، بتبقى مش حلوة يعني. كلهم خدوا معايا بالظبط 20 دقيقة، ده خلصت الكمية كلها. دي طبعا الكمية دي 350 جرام فراخ، وده الشكل النهائي. ويا رب اللي يجربها يعني تنجح معاه زي ما بتنجح معايا ان شاء الله. هي سهلة جدا. شكرا.